انا احسان، جيت نعاود لكم قصتي اللي كانت تخرج لي على حياتي بسبب واحد كنت مصاحبه معاه خدام شي فور كيوصل للغبره، وانا ما كنتش عارفه والو. قصتي بدات نهار اللي كنت خدامه في واحد البوتيك ديال الحوايج تاع الرجاله. حياتي كانت هادئه، عايشه مع والديا، وانا من النوع اللي ما عنديش نهائيا مع الخروج، غير من الدار للخدمه ومن الخدمه للدار. مره فين كنت كنخرج باش نبدل الجو. المهم هذا هو السيستم اللي كنت غادا بيه. ايوا واحد النهار دخل واحد الولد غيكون في ديك الثلاثينات، دخل كيتقدى مع شي صاحبه ولا خوه، ما عرفتش حيت انا بحكم يلا خدمت تما تقريبا يلا شي 3 شهور. مازال ما كنعرفش الكليان ديال داك البوتيك، حيت عندنا الكليان العاديين وعندنا الكليان اللي مهمين. المهم انا دايره خدمتي، والبنت اللي خدامه معايا استقبلت داك الولد وقالت لي مرحبا بالسي حكيم. هاد الاسم غير مستعار، ما نقدرش نقول الاسم الحقيقي. المهم ما علينا. ديك البنت ماشي مغربيه، هي من ديك الدوله اللي انا عايشه فيها. صافي ملي عيطات لي في سميتو وانا ندور كنشوف حيت السميه ماشي ديال النصارى، وقتلني الفضول ما نكذبش عليكم، خصوصا كان كيبان شخص مهم عندهم والتعامل ديالهم ليه جاني بشي اشكال. انا مشيت سولته واش محتاج شي مساعده، قال لي لا شكرا. قلت لي اسمح لي، سميتك حكيم؟ قال لي اه. قلت لي سمعت سميتك واش كيت تكون بشي دوله عربيه؟ قال لي انا مغربي. ابتسمت ليه متشرفين، حتى انا مغربيه، يلا خدمت انا داكشي علاش انا ما عرفتكش. المهم انا رجعت لخدمتي عادي، السيد مشى بحالو. صافي انا ساليت داك النهار خدمتي ورجعت للدار كيف العاده. هو داز تقريبا 4 ايام انا يلا ساليت خدمتي وانا راجعه للدار، حتى كنتلاقى بداك الولد قدام المحل، وحنا ديك الساعه صافي سدينا. الصراحه في الاول عند بالي بلي بغى شي حاجه يتقداها، حتى كيصدمني. قال لي كنت دايز من هنا وشفتك خارجه، يقول لي طلعي نوصلك معايا، وانا قلت له اسمح لي بلا ما نبرصدك، اصلا انا ما كنركبش في الطوموبيلات. قلت له بسلامه، وحتى هو ما حكرش عليا ما والو. صافي دازت واحد المده نيت وانا نسيتو، حيت ما عمرني نويت يتقرب مني. حتى لواحد النهار، واحد النهار غادي يجي وغادي يقصدني نيشان. قال لي انا من نهار شفتك اول مره عجبتيني، وفرحت ملي انتي مغربيه، واش ممكن نتعرفوا على بعضياتنا الا ما كانش عندك شي مانع؟ صراحه ما نكذبش عليكم، انا ما ترددتش ووافقت. صافي دازت ديك المرحله ديال التعارف ديالنا، بلي هو تزاد في ديك الدوله اللي حنا عايشين فيها، وعنده خو واحد كبر منه وعايشين مع امهم، حيت باهم تفارق مع امهم ملي هو كانت عنده 14 عام. قال لي خدمنا ودرنا سلاسل ديال المطاعم في مدن ساحليه. المهم انا هادشي اللي كنت كنعرف عليه صافي، ما كنتش كنعرف عليه شي حاجه اخرى، وانا كنت كنتيق كلامه حيت كيبان انسان معقول ومحترم. ناحيه كلامه والتصرفات ديالو، واحد النهار داني حتى للبلاصه ديال خدمته، يعني اي حاجه كان كيقولها ليا كانت بصح، غير هو عاود لي داكشي اللي بغا. اما داكشي اللي ما بغاش ما عاودوش ليا. بقيت انا معاه مده عام، يعني مده عام تقريبا وانا ما عايقاش بيه. حتى لواحد النهار، بدا كيعاود لي على المعاناه اللي كانوا عاشوا ملي كانوا هما صغار، والمشاكل ديال والديهم. قال لي انا من صغري كنت كنشوف الوالد مرة في شحال، ولكن كنا عايشين مزيان، ما كان مخصص لينا والو. وكان فين ما كيجي للدار كاينو صداع بينو وبين الوالده ديالي، بسبب الوالد كان كيتاجر في الممنوعات، والوالده ما كانش بغات ديك الحياه نعيشو فيها. خصوصا خويا الكبير ديك الساعه كانت عنده 16 عام، وخرج من القرايه وبغى يتبع الطريق ديال الوالد. انا ماما قررت تفارق مع الوالد، ومشينا عشنا معاه في واحد المدينه اخرى كانت بعدتنا منه. وحتى هو ما كانش رافض القرار ديال ماما، حيت ما كانش باغي ولادو يتبعوه في نفس الطريق. ولكن فات الفوت، حيت خويا الكبير بدا كيدخل داك العالم شويه بشويه. ملي هو ولا مسؤول على راسو مشى خدم، هو يحبس ماما من الخدمه. قال لها انا ماما لقيت خدمه مزيانه، لا نقدر نصرف عليكم مزيان، ما كاينلاش تخرجي تخدمي مازال. ماما عند بالها بلي خدام شي خدمه مزيانه. المهم الاعوام بداو كيدوزو، كل مره نبدل شي طوموبيل جديده، الفلوس كتدخل مزيان. الوالده ما سولاتوش منين كيجيوك فلوس، يعني في ظرف مده قصيره قدر يدير المشروع ديالو، شرا فيلا تحولنا ليها. انا ديك الساعه كانت عندي 19 عام، كنشوف خويا ما خلاناش نحتاجو والو. انا فين قررت حتى انا نتبع الطريق ديال خويا، حيت انا الوحيد اللي عارف بلي خويا خدام مع بزنس كبار. صافي اخوتي انا كنت كنسمع داكشي اللي كان كيقول ليا ومصدومه من كلامه، تخلعت بزاف، ولكن ما بغيتش نبين ليه، حيت ملي كنقول لكم خفت من ورا داكشي اللي عاود ليا غيخليك تبعدي منه تخافي على راسك. حيت ديك اللحظه جاوني شي افكار اللي قلت يمكن يقدر ينتقم مني، ولا بغى يدخلني معاه لداك العالم. صافي انا ما بقيتش قادره نثق في واحد اللي حياته كلها خطر. المهم انا ما بينش ليه بلي انا خايفه منه، قلت ليه كمل اشنو وقع مازال. قال لي خويا ما بغاش نمشي انا بداك الطريق، عييت نطلب فيه ولكن هو ما بغاش. المهم انا كنت مصمم، حتى لقيت راسي وسط الناس كنتسخر ليهم، وشويه بشويه وليت كنوصل السلعه من مدينه لمدينه، وكيعطيني شي طوموبيل اللي كتمشي بشي سرعه كثيره. وقبل ما نمشي الباترون ديالي والرؤوس الكبار كيكونوا شاري البوليس. اه، حتى نتوما غادي تصدموا كيف انا تصدمت. قلت لي كيفاش؟ قال لي كاينين البوليس اللي كيكونوا خدامين معانا،
مثلا الطريق اللي كندوزو منها غادي تكون فيها المراقبة، وكيكونوا البوليس اللي مشريين كيتصلوا بالبوليس اللي كيكونوا في ديك الطريق وكيصيفطوا من بلاصة أخرى على أساس كاينة شي حاجة أخرى في ديك الطريق، باش غير حنا يخويو لينا ديك البلاصة، وداكشي بتوقيت مضبوط، كل دقيقة كتحسب. صافي أنا ملي سمعت هادشي تلفات بيا الدنيا، ما عرفت ما ندير. قلت ليه تعطلت على دارنا، قال لي صافي غنوصلك. ملي وصلت دخلت دوشت وكلي كان ترعاد، حيت لقيت راسي وسط مشكل كبير. حتى الا بغيت نقول ليه راه ما نقدرش نكمل معاك، ما غاديش نعرف انا رد الفعل ديالو، خصوصا كل مره كيعاود ليا شحال من حاجه اللي ما خاصش يعاودها ليا. انا من الاول تكلخت، ما عرفتش فين كان عقلي، حيت كيفاش واحد صغير يقدر يدير مشاريع وعنده سلسله ديال المطاعم فاخره وشاري فيلا من غير الفيلا ديال خوه، عاد عنده بارتما في ماربية وعندهم فيرما كبيرة في النواحي ديال طنجة وفيلا في طنجة، وعاد طوموبيلات بلا حساب، يعني طوموبيلات فاخرة ماشي شي حاجة عادية. صافي هادشي جاني ماشي عادي، في ضرب أعوام قليل تقدر توصل لهادشي كامل. كاينة شي حاجة تماك، وليت تالفة ما عرفتش كيفاش ندير. هو في ديك المدة غرقني كادوات، ولكن أنا من نهار عرفت حقيقته ما بقيتش قادرة نخرج معاه، وليت كندير السبة غير باش نبعد منه. المهم أنا حاولت ما نبينش ليه ونمشي لخدمتي كيف العادة، وهو دائما معايا في التواصل. شي مرات كيتلاقى لي حتى الخدمة، والمشكلة عارف حتى فين كنسكن. دازت واحد المدة وانا واحد النهار كنتصل بيه من الصباح حتى الليل والو، التليفون ديالو طافي. صراحة ما كدبش عليكم، تخلعت تكون وقع لي شي حاجة. واللي خلعني بزاف هو راسي، تخلعت على راسي، حيت جميع السيناريوهات طاحوا لي في عقلي ديك الساعة. قلت إلا شدو البوليس غادي يشوفوا النوامر اللي مع من كيتواصل بزاف، أكيد غادي يلقاو المرسي هي مع الأولين. بقيت على أعصابي داك النهار حتى صباح الحال. كنلقى بلي مصيفط ليا بلي كان خدام، وفي العشية تلاقينا. قال لي البارح كنت نطيح في واحد المشكل كبير، كان خاصني نوصل شي سلعة، أنا بغيت نديها قبل الوقت اللي قالوا ليا باش نحيدها عليا. وصلنا ليا الباترون وكان كيأكد ليا، على الوقت اللي اتفقنا عليه باش نخرج بهاديك السلعة، حيت شراو الطريق، يعني الطريق غتكون خاوية. أنا ما تسوقتش وخرجت في قلب 10 دقايق. المهم أنا شاد الطريق المغربية حتى كنلقى الكونترول ديال البوليس، وكسيريت وما وقفتش. البوليس تابعيني من اللور. الحل الوحيد اللي بقى عندي مشيت جيت الخلا وخرجت من الطوموبيل وهربت، وخليت ديك السلعة وسط الطوموبيل. مشيت تخبيت تحت واحد الكنطرة اللي تحت منها واحد الواد. البوليس دازو من حدايا كيقلبوا معرفونيش منين دازت. شوية ونصوني للشاف، بدا كيغوت عليا، قال لي المشكلة اللي درتي لينا، علاش خرجتي قبل الوقت. شوية قطع وصلنا ليا واحد البوليسي، هو اللي يقدر يفكنا من هذا المشكل، حيت دازت نص ساعة بالحساب. البوليس اللي كانوا كيدورو تم مشاو، وانا ما قدرتش نخرج من تماك حيت كنت خايف بزاف. حتى كنلقى واحد البوليسي وقف عليا وداني بالطوموبيل ديالو باش يوصلني. قال لي انا قلت لكم ما عادش تقدروا تدوزوا من ديك الطريق، علاش خرجتوا قبل الوقت. كون ما كنتش انا اللي خليت البوليسي تحولوا من ديك المنطقه كون خرجتي علينا كاملين. المهم انا غير كنسمع داكشي اللي كان كيعاود ليا وانا دايخه فيا الدنيا، اول مره نسمع بهادشي، والبوليس حتى هما كيتشراو. صافي انا قررت نصارحو، قلت ليه ليها، قلت ليه اسمع فلان ما نكذبش عليك، انا وليت خايفه، كنحس بحال الا ما كاينش الامان في حياتي، خصوصا الا تزوجنا. قال لي شوفي ما يخصك حتى حاجه معايا، واول واحد نثق فيه هو انتي. قال لي انا ما عمرني خبيت عليك شي حاجه، وبامكاني نخليك ما تعرفي والو. انا قلت ليه شوف، علاش ما تبعدش على الطريق وعيش حياتك بحالك بحال الناس العاديين. ضحك وقال لي ما نقدرش. قال لي انا ما نقدرش نتخلى على هادشي، الحاجه الوحيده اللي تخليني نتفارق على الطريق هي الموت. صافي بقيت ساكته وانا نقول ليه نكون معاك صريحه، ما نقدرش انا نعيش بالخوف، ولادنا يعيشوا وسط هذا العالم. قلت لي انا ما نقدرش، وكنتمنى تحترم القرار ديالي. هو في الاول بحال ما رضاش، ولكن قال لي واش هذا هو كلامك الاخر. قلت لي انا بغيت نعيش حياه بسيطه بلا مشاكل، وكنتمنى تفكر مزيان باش تبعد من هاد الناس راه ما يصلحوش لك نهائيا. صافي هادي الهضره اللي كانت بيناتنا. كنت خايفه بزاف لا يرجع ولا ينتقم مني، ولكن دازو اعوام ما عمر رجع ولا بان في حياتي. السيد احترم القرار ديالي، وحتى انا مبقيت عارفه عليه والو. تقطعت العلاقه ديالنا بحال ما عمرها كانت، وانا عارفه بلي ما يقدرش يبعد على داك العالم، حيت كانوا كيعتبروا عندهم هو احسن واحد كيوصل لهم السلعه، وهو ما يقدرش يتفارق معاهم. كيف كيقول الموت بوحدها لا تبعدنا عليهم. وهادي قصتي.